السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا تحرك مجلس النواب وسمع استغاثات الناس وابتدى يتجاوب معاها بعد ما يزيد عن سنة من الألم والوجع، ولكن للأسف صمت ظهرا ونطق كفرا. تصريحات النهارده بتقول ان مجلس النواب قدم اقتراح، لجنه الاسكان غالبا قدمت اقتراح للمجلس بفرض رسوم على المستاجرين الضيوف حسب قول التصريحات. مش عارف هم بيعتبروهم ضيوف وبناء على ايه. هم نواب الشعب ويعلموا ان هذا الشعب يرفض كلمه الضيوف ويعتبرهم وافدين، ولكن استخدموا هذا المصطلح بفرض رسوم على الضيوف المستأجرين للشقق السكنية أو المحال التجارية في مصر، وكأنهم في عزلة عن ما يدور في مصر وعن الشعب المصري، من أول كلمة ضيوف وانتهاء بالمقترح الغريب اللي هو غير قابل للتنفيذ. غير قابل للتنفيذ الحقيقة يا سيادة النواب، يا سادة يا نواب. هذا الكلام غير قابل للتنفيذ لأن للأسف الملك ما بيبلغش، ومفيش ما يلزم الملك بالإبلاغ عن حالة التأجير سواء لمصري أو لغير مصري. ولا حضراتكم عايشين في المكسيك؟ واضح ان هو مجلس نواب المكسيك مش مجلس نواب الشعب المصري. حضراتكم مفيش اي آلية تجبر او تلزم المؤجر بعد القانون اللي ما بيطبقش. القانون ما بيطبقش والمؤجر ما بيسجلش العقد، ومفيش اي وسيلة من الوسائل المتاحة لتسجيل وإثبات حالة التأجير علشان نقدر نعرف إن كانت الحالة دي لمصري أو إذا كانت الحالة دي لأجنبي، وحتى نحصل عليها الضرائب أو أي إجراء يتخذ بناء على هذا الإجراء يعني أو هذا الحدث، حدث التأجير. فإزاي حضراتكم هتفرضوا على المؤجر أو المستأجر الأجنبي رسوم إضافية أو ضريبة أو ما شابه؟ لسنا نعمل إلا بفقر الفكر وفكر الفقر، يعني الاثنين. مش عارف بصراحة الواحد ممكن يعلق يقول إيه بعد صمت المجلس لمدة تزيد عن سنة واستغاثات الناس اللي اترمت في الشارع ونزحت من بيوتها ومن ساكنها ومدارس عيالها والأماكن اللي اتولدت فيها علشان تخليها بسبب توخم في أسعار الإيجارات اللي حصل بسبب ممارسات الوافدين. لكن لا يا مصر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.